بدأ الفيلم مع ممثلة مشهورة اسمها ديلارا، واللي معروض عليها تصوير إعلان عن منتج جديد عبارة عن شامبو شعر السيدات. وبتعرف ديلارا إنها هتعمل في الإعلان دور موظفة في بنك ومتجوزة وعندها طفلين، وإنها في آخر كل يوم بعد التعب بتستعمل الشامبو علشان ترتاح من إرهاق اليوم. وديلارا ما بيكونش عاجبها سيناريو الإعلان لأنها بتكون شايفاه أقرب لقصة فيلم أكتر من إنه إعلان. علشان كده بتعرض ديلارا على منتج الإعلان إنهم يعدلوا في السيناريو ويقللوا المشاهد شوية في حدود بس استعمال الشامبو. بس المنتج بيرفض وبيطلب منها انها تلتزم بسيناريو الاعلان كامل. بتفكر ديلارا انها تنسحب من الاعلان، بس الشرط الجزائي بيكون مبلغ كبير جدا. عشان كده بتوافق انها تصور الاعلان وتلتزم بالسيناريو كامل. وبالليل بتروح ديلارا عشان تسهر مع اصدقائها واللي بيكون معظمهم من الفنانين والمشاهير، وبيكون من ضمنهم حبيبها الممثل المشهور ماكس. بيضحكوا معاها اصدقائها بمناسبة تصوير الاعلان الجديد، لكنها بتتضايق من كلام صديقتها صوفيا لما بتستهزأ بالاعلان لانها عارفة انها بتغير منها. بتتضايق اكتر لما بيقدم لها اصدقائها تورته بمناسبه عيد ميلادها وحاطين في نصها علبه الشامبو اللي هتصور اعلانه. تاني يوم بتروح ديلارا على الاستوديو علشان تصور الاعلان وبتتعرف على الولاد اللي هيعملوا الدور معاها. بعدها بتروح على اوضتها علشان تستعد وتعمل مكياجها، وبيدخل يتعرف عليها واحد اسمه جون، وده اللي هيأدي دور جوزها في الاعلان. بيكون ممثل جديد ومش مشهور. بتخرج ديلارا للمكان اللي فيه الكاميرات علشان يبدأوا تصوير الاعلان، وبيعيد المخرج تصوير المشهد الأول أكتر من مرة لحد ما بيوصلوا للمشهد التاني اللي بتكون فيه بتستحمى بالشامبو تحت المية. وبرضه بيعيد المخرج تصوير المشهد أكتر من مرة. بيقول لدرارة إنها ما تمثلش دور هندان شخصية الإعلان، وإنه عايزها تكون هي هندان فعلا. تكمل درارة التصوير وبتتقمص شخصية هندان وبتغمض عينيها علشان الشامبو، بس لما بتفتحها بتتفاجئ إنها بقت في مكان تاني غير المكان اللي كانت بتصور فيه. بيكون المكان عبارة عن حمام، وبتلبس ديلارا هدومها وبتخرج بره، وبتلاقي ولاد بيلعبوا وبيجروا ورا بعض، ودول الولاد اللي كانوا معاها في الإعلان. بتلاقي جون الممثل اللي كان بيصور معاها، بس بتلاقيه بيتعامل معاها لأنه جوزها بجد. بتسأله ديلارا عن باقي الناس لأنها بتكون فاكرة إنهم عاملين فيها مقلب، ولما ما بيردش عليها بتفتح الباب وبتخرج علشان تدور على باقي الناس والكاميرات. وبيجري جون بسرعة وراها وبيشدها لجوه، وبيقول لها ازاي تخرج بره بلبسها ده. بتزعق فيه ديلارا وبتسأله عن هدومها، وبيجيب لها جون لبسها، بس بتقول له ديلارا ان دي مش هدومها اللي جت تصور بيها. وبتصرخ فيه ديلارا وبتلبس هدومها بسرعه وبتنزل جري على الشارع. بتركب تاكسي وبتروح على بيت حبيبها ماكس، وبتخبط على الباب وبيفتح لها ماكس وبتدخل لشقته. بتقول له انهم عاملين فيها مقلب سخيف وانها ما كانتش عايزه تصور الاعلان ده من الاول ومش متفائله بيه. بتتفاجئ ديلارا لما بيرد عليها ماكس وبيسالها انت مين. بتقول له ديلارا هو انت مشترك معاهم في المقلب ده ولا ايه؟ وكفايه بقى لان انا عارفه انكم بتضحكوا عليا. بتتفاجئ ديلارا لما بتشوف صديقتها صوفيا خارجه من اوضه النوم، وبتتخانق معاهم هما الاتنين وبتسيبهم وبتمشي. تركب التاكسي تاني وبتروح على المكان اللي متعوده تسهر فيه مع اصحابها، وهناك بتقابل المخرج وبتقعد معاه على الترابيزه وبتشرب. ولما بتتكلم معاه بتتفاجئ ان هو كمان بيقول لها انت مين. تستغرب ديلارا وبتقول له هو انت بجد مش عارف انا مين؟ وبيقول لها المخرج لا، وان دي اول مره يشوفها. بيكون باقي الناس هم كمان مش عارفينها. تتضايق ديلارا وبتقول لهم ان الموضوع مش لطيف وزاد عن حده ولازم المقلب ده ينتهي فورا. بتسيبهم وبتمشي. وبتطلع ديلارا تركب التاكسي تاني وبتطلب منه انه يوصلها لبيتها، ولما بتوصل بتكتشف ان في ناس تانية ساكنين شقتها. وبتحتار ديلارا ما بتكونش عارفه تروح على فين، وما بيفضلش قدامها غير انها تركب التاكسي وتقول له انه يرجعها تاني على اول مكان اخدها منه. بترجع ديلارا تاني لجون اللي بيزعق فيها علشان نزلت في وقت متاخر زي ده وما قالتش رايحه على فين، وانها خرجت من البيت من غير ما تاخد اذنه. وفي الوقت ده بتكون ديلارا قاعده ساكته ومش مستوعبه اللي بيحصل ومش قادره تقول له انها ديلارا الممثله. بتتلخبط اكتر لما بتشوف صور ليها مع جون واولادهم في كل مكان في البيت. تدخل لارا على اوضتها علشان ترتاح وبتطرد جون بره الاوضه وبتسمحلوش انه يدخل ينام. تاني يوم بتصحى ديلارا وبتتصدم لما بتشوف جون قدامها، وبتعرف انها لسه موجوده في الحياه الغريبه اللي مش فاهمه فيها حاجه. بيرن تليفون ديلارا بيبص لها كلهم لان ده تليفون هندان اللي المفروض تليفونها. لما بترد ديلارا بتلاقي واحده المفروض انها صديقتها وبتقول لها ان بقالها كذا يوم ما جاتش الشغل والمدير عايزها ضروري. تفتكر ديلارا ان هندان في سيناريو الاعلان كانت بتشتغل موظفه في بنك، وبتروح ديلارا على البنك واللي بيكون كل حاجه فيه طبيعيه. وبتمسك ديلارا موبايل هندان وبتقلب فيه، ما بيكونش فيه اي حاجه غريبه وبيبان انه موبايل هندان بجد. لحد ما بتقاطعها موظفه معاها وبتقول لها ان المدير عايزها. وبتدخل له ديلارا وبتلاقي انه بيتعامل معاها على انها هندان الموظفه عنده في البنك. بتقول له ان اسمها ديلارا وبتشتغل ممثله ومفيش حد هنا اسمه هندان. وبيقول لها المدير انه عارف انها ديلارا بس عايزها تروح معاه مشوار. تفرح ديلارا وبتنزل تركب معاه العربيه، لكن المفاجاه انهم لما بيوصلوا بتعرف ديلارا ان كان في علاقه بين هندان والمدير بتاعها. وبيقول لها المدير ان عجبته فكره تغيير الاسامي وانهم يعيشوا حاجه جديده. تصرخ فيه ديلارا وبتطلب منه انه يمشي من المكان ده بسرعه ويوصلها لبيتها.
وبالليل بيكون أهل جون جوزها معزومين عندهم على العشاء، وبتتفاجئ ديلارا لما بتشوف جوز أخت جون وبتلاقيه مديرها في الشغل واسمه هالان. تقوم ديلارا بسرعة وبتجري تدخل تحت الدش بهدومها لأنها بتكون مخنوقة ومش فاهمة حاجة. بتستخدم شامبو بليندا وبتغمض عينيها يمكن تقدر ترجع لحياتها تاني، لكن للأسف لما بتفتح عينيها بتلاقي إن مفيش حاجة اتغيرت. وبياخدها جون على المستشفى علشان يعرضها على دكتور نفسي لأنه بيكون فاكرها اتجننت. تقول ديلارا للدكتور إنها مش هندان وإنها ممثلة وكانت بتصور إعلان، وإنها بتحب ممثل زميلها واسمه ماكس. يقول لها الدكتور إنه ما يصحش واحدة متجوزة تقول إنها بتحب واحد تاني. وبترد عليه ديلارا وبتقول له إنها مش متجوزة ولا دول ولادها. وبتقوم ديلارا تمثل قدام الدكتور علشان تثبت له إنها ممثلة. ينده الدكتور على الممرضين وبياخدوا ديلارا وبيحبسوها في أوضة. وبتستسلم ديلارا لوجودها في المستشفى، بتكون فاكرة إنها خلاص اتجننت بجد. لحد ما في يوم بتقعد معاها واحدة من المرضى، وبعد ما بتسمع حكايتها بتقول لها إنها لازم تهودهم وتتأقلم معاهم لحد ما تفهم إيه الموضوع بالظبط. فعلا بتنفذ ديلارا فكرتها، بتروح للدكتور وبتقوله إنها كانت تعبانة شوية، إنها عايزة تروح لبيتها لأن ولادها وجوزها وحشوها. وبترجع ديلارا لبيتها وبيعاملها جوزها وأهله على إنها كانت مكتئبة ومرت بحالة نفسية صعبة، بس خلاص الموضوع انتهى. تاني يوم بتروح ديلارا على الاستوديو وهناك بتشوف ماكس، اللي أول ما بيشوفها بيقول لها أنت عايزة إيه مني تاني؟ تقول له ديلارا إنها آسفة وإنها مش هتاخد من وقته أكتر من 5 دقايق تتكلم معاه فيهم. وافق ماكس وبيقعد مع ديلارا، وبتقول له ديلارا إنها ممثلة وعايزة تمثل معاهم وبتطلب منه إنه يساعدها. استغرب ماكس لما بتحكي له عن حاجات خاصة بيه ومحدش يعرفها عنه، وبيفتكر إنها اتفرجت عليه لما طلع في برنامج في التلفزيون وقال معلومات كتير عنه. تقول له ديلارا إنها ما اتفرجتش على البرنامج وإنها تعرف عنه حاجات تاني كتير. وبيوافق ماكس انه يساعدها تمثل معاهم، وبيقول لها انهم طالبين ممثله تأدي دور شخصيه في المسرحيه الجديده، انها ممكن تيجي تقابل المخرج ويختبرها وتجرب. بعدها بتروح ديلارا على البيت وبتتعامل معاهم كانها هندان وبتحضر الاكل لجوزها وولادها. جالها تليفون ولما بترد بتلاقيه هالان بيطلب منها انه يقابلها. بتزعق له ديلارا وبتطلب منه انه يبعد عنها وما يتصلش بيها تاني والا هتقول لجوزها. ومن كتر انفعالها بتتحرق ديلارا في ايدها من الاكل اللي على البوتاجاز. تاني يوم بتروح ديلارا على المسرح وبتأدي الاختبار قدام المخرج والناس اللي المفروض كلهم زمايلها، بس ما بيكونش في حد فيهم عارفها ولا فاكر لها حاجة غير المواقف الغريبة اللي عملتها مع كل واحد فيهم قريب. بيهر الكل من أدائها وبيكونوا مبسوطين منها إلا صوفيا، هي الوحيدة اللي ما بتكونش عاجبها تمثيلها. وافق المخرج إنه يديها دور الشخصية اللي معاهم في المسرحية. بترجع ديلارا لعيلتها تاني وبتعيش معاهم حياتها الطبيعية، وبتخرج مع أهل جون وبيقضوا اليوم كله بره البيت. بالليل وهم مروحين بتكون ديلارا شايلة حاجات كتير وماشية آخر واحدة فيهم، وفجأة بيظهر لها شخص ملثم وبيشدها وبيطلع هالان تسألها عن شنطة الفلوس اللي سرقوها سوا، وبتقول له ديلارا إنها مش فاكرة حاجة. بيقول لها هالان إنهم بيسرقوا فلوس التبرعات اللي بيتبرعوا بيها المؤسسات كل شهر، إنهم كانوا متفقين ياخدوا الفلوس ويهربوا سوا. وبيقول لها إن أصحاب المؤسسات دي لما عرفوا خطفوه وعذبوه وعينه راحت. انقذها جوزها لما بينادي عليها فبيسيبها هالان وبيهرب. الليل بتكون ديلارا قاعدة لوحدها بتفكر ومش عارفة هتتصرف ازاي. وتاني يوم بتكون ديلارا سايقة عربية هندان وبتقف في الإشارة اللي بتنور وبتطفي بطريقة غريبة لحد ما الإشارة بتفتح وبتيجي عربية وبتخبطها، يحصل لها حادثة وبتدخل في كابينة كهرباء. تلاقي ديلارا ورقة على طابلو العربية من هالان بيقول لها فيها إن دي آخر فرصة ليها علشان ترجع له الفلوس. تروح ديلارا على البيت، وبالليل وهم نايمين بتشوف ديلارا لعبة في الأوضة بتنور وبتطفي بطريقة غريبة زي الأنوار اللي كانت في إشارة المرور. قرب ديلارا منها وبتشوف شنطة الفلوس موجودة تحت الترابيزة اللي عليها اللعبة. تنزل ديلارا تاني يوم وبتاخد معاها شنطة الفلوس، وبتلاقي عربية غريبة واقفة قدام البيت وبينزل منها 2 وبيطلبوا منها إنها تيجي معاهم. اسم الشرطة بتكون ديلارا قاعدة مش فاهمة حاجة وفاكرة إنها راحت في داهية بسبب سرقة الفلوس. كل ما تسأل حد هي موجودة في الاسم ليه محدش كان بيفيدها بحاجة، لحد ما بيجي محقق الشرطة وبيقول لها إن عندها محضر تخريب ممتلكات عامة بسبب الحادثة اللي عملتها وكسرت كابينة الكهرباء. يقول لها المحقق إن التأمين هيدفع عنها. لما بتخرج ديلارا بتجري بسرعة لأن ده بيكون ميعاد عرض المسرحية. رغم إن الطريق بيكون زحمة بتقدر ديلارا إنها تجري وبتوصل قبل ميعاد العرض، بس لما بتوصل بتتفاجئ بالمخرج بيسألها هي جت ليه. تقول لها صوفيا إنهم عرفوا عنها كل حاجة وإنها هندان ممثلة ولا حاجة وإنها موظفة في بنك وعندها طفلين. وبترد عليهم ديلارا حتى لو كانت هي هندان فهي قدرت إنها تأدي الدور وعجبهم. لهم ديلارا إن الأنانية مسيطرة عليهم عشان كده هم مش عايزين يدوا أي حد فرصة يوصل زيهم. لما بترجع للبيت بتطلع على السطح وبتاخد معاها شنطة الفلوس وبتأدي الاستعراض اللي كانت هتعمله في المسرحية، وبترمي الفلوس على الناس في الشارع والدنيا بتكون بتمطر. الناس تلم الفلوس. بعدها بتنزل ديلارا للشارع وبتقف تحت المطر وبيكون في كشاف ضارب النور في عينيها. بتغمض ديلارا عينيها من النور، ولما بتفتح عينها مرة تانية بتلاقي نفسها تاني في مكان التصوير بتعمل إعلان الشامبو.
وتلاقي كل الناس بتحييها لانها ادت دور هندام بطريقه طبيعيه، تكون ديلارا مش فاهمه حاجه من اللي حصل وهل هو كان حلم ولا حقيقه. وبتتفاجئ لما بتلاقي نفسها محروقه في ايديها لما اتحرقت وهي في شخصيه هندان وبتطبخ، وما بيكونش عندها اي تفسير. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.